السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هفت عليا ان انا اكل محشي، وطبعا انتوا عارفين رمضان محاشي، رمضان محاشي. لما هنطلع وزننا 130 كيلو هتبقى مشكلة. اصحاب الدايت يمتنعون يا بنات. صموا بسم الله وصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. وعايزة كل التعليقات اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. انا بفرح جدا 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 بالتعليق ده. ماشي يا بنات، ربنا يسعدكم يا رب ويفرحكم ويجعلكم دايما مبسوطين وتطلعوا من رمضان كده مجبورين الخاطر يا رب. هاتي بقى ايه شويه من الخضره كده، بقدونس على كزبره على شبت على مش عارفه ايه، واغسليهم وظبطيهم. طب هو فين يا منى؟ انت ما عملتلناش الصلصه ليه بتاعه المحشي؟ يا بنات انا بفكركم ان احنا مفرزين صلصه المحشي قبل رمضان. ارجعوا للفيديوهات عشان تعرفي قد ايه ان الفكره حلوه قوي قوي قوي، انك تصلصي وتفرزي وتحطي تطلعي من الفريزر وقت رمضان ضيق. وانتوا شايفين الموضوع عامل ازاي والوقت بتاعنا عامل ازاي. اللي جايه يا عيني من شغلها زي حالاتي كده، واللي وراها اولاد صغيرين زي حالاتي، واللي وراها معرفش ايه. طبعا الموضوع هيفرق معاكي كتير ان انت تبقي صلصتك جاهزه عندك، لانها فعلا بتاخد وقت. تمام كده يا بنات؟ تعالوا بقى نحط شويه الخضره دول. طبعا احنا حاطين في الصلصه خضره وحاطين فيها كل حاجه، ولكن انا لازم احط شويه خضره فريش وانا وانا بحط الرز على الصلصه. تمام كده يا بنات؟ تعالوا بقى نحشي بقى ايه محشي الكرنب بتاعنا. عايزه اقول لكم ان ده الكرنب برده اللي احنا مفرزينه مع بعض. لا ما انا مش لسه هجيب في رمضان وهقعد يعني اقعد اسلق واقطع واعمل. لا يا بنات والنبي، والنبي ما حد يقول كده، واوعى واحده فيكم تقول كده. وكنت جايبه بقى ايه كيلو كوسه كده جنبها، على قرنين فلفل. انت فاهمه؟ حبشي بقى، ما هو انت الموضوع هيبقى سهل بالنسبه لك طالما انت مجهزه صلصتك ومجهزه الكرنب بتاعك ومجهزه حاجتك. قد ايه تفريز الحاجه ده ممتع ممتع ممتع، وبيريح الواحد كتير يا بنات. تتعبي يوم لكن ترتاحي السنه كلها. ما انا مفرزه كرنب للسنه كلها يا بنات. ماشي، المهم زي ما انت شايفه كده هنحشي بقى الكوسه على الكرنب بقى على الفلفل، ونعمل حته اكله محشي يا بنات. وتعالوا بقى لسه ده، خلي بالك تابع الفيديو من اوله لاخره وانت هتلاقي اكله عسل كده ولذيذه وبسيطه ومش هنكتر وهتشوفي. تعالوا بقى معايا كده، بس بالنبي بالله عليكم اعملوا لايك واعملوا شير واعملوا منشن لصاحباتك بقى وظبطي الدنيا. بصي هتقطعي الورقه على طول، انا كنت لفاها رول كده ومظبطاها وحطاها في الفويل ومغلفاها تغليف حلو قوي وحطها عندي في الديب فريزر. بصي سهل وبسيط ازاي، في ثواني هتكوني ايه حاشيه ده كله، والموضوع معاك هيبقى سهل وبسيط ازاي. وورقه الكرنب بسم الله ما شاء الله اكبر طالعه مفروده وعسل زي الصباع طالع، يعني صباع زينب كده. عارف سين صوابع زينب ولا دي صوابع منى؟ فالموضوع والله يا بنات هيفرق معاكم كتير موضوع التفريزات دوت. ما تكسليش عمرك عنه في اي نوع من انواع الخضار، هينفعك صدقيني. وبالذات في شهر رمضان يا بنات الموضوع بيبقى متعب جدا. انتوا طبعا في واحده ست مثلا بتبقى شغاله ترجع من شغلها تطلع على طول، واحده عندها اطفال يعني الرضع صغيرين، لا الموضوع هيختلف معاها كتير. يعني عندك عزايم، عندك مش عارفه. المهم ان هو بينفع في كل الاوقات ومش في رمضان بس، في السنه كلها عامه يعني. تمام كده حبايبي؟ المهم هنحشي بقى بقيه الكرنب كده زي ما انتم شايفين، وهنكمل على بقيه المحاشي وهنظبط الدنيا كده، وهوريكم اكله لذيذه كده وحاجه حلوه. ولسه بقى جنبها الاطباق التانيه وهنشوف هنعمل فيها ايه. انا مجرد ان انا بديكي فكره لموضوع التفريزات، وان هي قد ايه بتنفع، وان احنا قد ايه عندنا افكار كتيره حلوه. وكمان لو انت عندك فكره برضو قوليها لنا في التعليقات، مفيش مشكله، كلنا بنستفيد من بعض وكلنا بنعرف معلومات من بعض. واي حد هيقول فكره والله هقولها هعملها وهقولها ان دي فلانه اللي بعتتها لي وانا فعلا بسمع بفكرتها وعجبتني. المهم هنجيب هنا بصلايه شرايح عليها شويه فلفل وكمون وتوم باودر وبصل باودر وشويه ملح كده، وشويه من ورق اللوري اللي هو المطحون. وهنا دوت صوص المشويات اللي هو صوص الباربيكيو، انا بحبه جدا جدا في الفراخ. مسكت بقى البصله بقى دعكتها دعكه تمام كده زي ما انت شايفه، فرفرتها هي فرفرت من ايدي. المهم كان عندي نص الوراك كده يا بنات. انا مش هكلف نفسي النهارده خالص والله، قررت ان انا ما اشتريش حاجه من بره. يعني ما اشتريش حاجه من بره، كنت جايبه وراك كبيره قبل كده ورحت قسمها نصين. صراحه الولاد عندي ما بياكلوش، طب احط الورك ويبقى تاني يوم وينشف ويجلد ويبقى طعمه مش
مش هو، لا مسكته قسمته كده سبحان الله، ورحت نفعوني اهم، ورحت مدلكاهم في قلب البصلايه اللي انت شايفاها دي، واضربي عليها ورقه فويل كده، ما تستخسريش في نفسك حاجه، وارميها في الفرن وسيبيها على بال ما تخلصي بقيه اكلك، الدنيا كلها هتبقى زي العسل. دي معلقه بالظبط من لسان العصفور، معلقه يا لهوي عليك وعلى بخلك. والله معلقه. ما انا عندي العيال ولادي يا جماعه ادعوا لهم ان هم ياكلوا. والله يا جماعه والله مجننني، فبيخلوني اعمل اقل يعني الكميات. المهم عملنا لسان العصفور كده، حمرناه حطينا عليه الشوربه، وما ما تسيبوش يستوي منك قوي، دول نص سوا وغطي عليه خلاص كده، وادفع عليه وهو يستوي مع البخار. تمام. هنا كنا عملنا السلطه بتاعتنا زي ما انتم شايفين، رمضان على الفطار يعني سلطه، لازم سلطه. تمام كده يا حبايبي. تعالي بقى نحط الشوربه بتاعتنا الجميله ديت. والله انا بصوا هتلاقوني لازم احط، شربوا بقى ما شربوش، بس هو لازم تحط لهم ايه الشوربه، واللي يشرب يشرب بقى، وانا هعمل ايه؟ والله ربنا يهديهم يا رب، ادعوا لهم ان ربنا يهديهم كده ويشربوا الشوربه وياكلوا الاكل. والله العظيم حتى الشوربه ما بيرضوا يشربوها يا جماعه، ولا الزبادي حتى. ولادي يعني بصوا عايشين بقدره ربنا كده. ربنا يهديهم يا رب، ويصلح حالنا وحال ولادنا وولادكم وينجحهم يا رب. خلي بالكم ان في امتحانات على الابواب الاسبوع اللي جاي، وفي امتحانات بعد العيد، وربنا ينجحهم كلهم يا رب. ادعوا لهم بحق ده الاذان وبحق دي الايام المفترجه يا رب، ويفك كرب اخواتنا الفلسطينيين، ويصلح حالهم يا رب وحالنا وحال الجميع. ماشي. ادي هنا بقى الكوسه بتاعتنا والفلفل بتاعنا، بصوا عسل والله العظيم، المحشي طالع عسل يا بنات. على قد ما انا ما حسيتش ان انا تعبت فيه، ولكن بصوا حاجه كده ايه على الماشي. ما تكتريش في الاصناف يا جماعه، مش لازم نكتر في الاصناف. احنا في رمضان نقعد نقول هناكل هناكل، والله لا بناكل ولا بنعمل. ادي طبق محشي الكوسه والفلفل معانا، وادي بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين الكرنب بتاعنا طالع عسل عسل عسل، والله العظيم ملبن. عارفين يعني ايه ملبن؟ زي ما انتم شايفين كده، ولا صباع لازق في الحله الحمد لله، ولا اي حاجه، زي ما انت شايفه كده طالع عسل، الله اكبر عليه. وزي السكر من ايدك، سمي بسم الله كده وخش على الحاجه بقلب جامد، وقولي يا رب احسن ما بين ايدينا، وادعوا لي دعوه حلوه ربنا يكرمكم يا رب. كده عملنا ايه شويه محاشي ايه، مش كميه. حد بقى دخل عليكي معلش، حد لقاكي ساعه فطار ما تضمنيش الظروف، خش بقلب جامد كده، واللي ايه يطول صباع محشي بالف هنا وشفا يا رب. ماشي. ادي السلطه، ادي الشوربه، ادي المحاشي، وادي الفراخ الجميله. بصي طالعه شكلها حلو ازاي، حاجه كده بسيطه. عايزه اقول لك ان تدليكه البصل بالموضوع ده تديها حاجه جميله. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي ان شاء الله.